السلام عليكم، أهلا بكم في يوم جديد من تعلم الإكسل من الصفر للمبتدئين. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، ومن أهم مواضيع الإكسل، وهو الإف ستيتمنت والكونديشنال فورماتنج. إيه هي الإف ستيتمنت؟ الإف ستيتمنت بنستخدمها عشان نخلي الإكسل يفكر معانا ويقرر بناء على شرط معين. شرط إحنا بندخله له، بنقول له لو كذا اعمل كذا، ولو مفيش كذا ما تعملوش خلاص أو اعمل حاجة تانية. تمام. بعد كده هنتكلم على الكونديشنال فورماتنج، ودي هنخلي فيها ازاي نخلي البيانات نفسها تتلون وتتغير تلقائيا حسب القيم اللي احنا مدخلها لها. طيب ماشي، يلا بينا كده نبدأ. معانا أول حاجة كده جدول بسيط كده، هيكون عن رواتب الموظفين، هنبدأ من خلاله نشرح التطبيق العملي للدوائر بتاعتنا. أول حاجة كده حاجة بسيطة كده حابب أفكركم بيها. التاريخ. أنا دلوقتي لو أنا عايزه يشتغل تلقائي، أنا مثلا أدي أحمد علي مثلا، وليكن هيقبض هو مثلا يوم 1/2. ركز معايا في الأول، إحنا قلنا إحنا بالعربي بنكتب 1/2، اليوم 1 والشهر 2. بس هنا في الإكسل إحنا عارفين إن هو أول حاجة دي عنده بتبقى الشهر، إلا بقى لو أنت عملت لها كاستمايز زي ما إحنا قلنا في حلقة فاتت. طيب، ف1/2 يبقى أنت عندك أول حاجة هيكتب مين؟ الشهر، يبقى شهر 2 واليوم الإيه؟ الأول. يبقى دي كده إيه؟ 1 إيه؟ فبراير. تمام؟ لو إحنا جينا كده سحبنا كده للآخر كده، بُص كده هو على طول أوتوماتيك بيشتغل اليوم اللي بعده، يبقى هو على طول لمّا أنا باسحب التاريخ هو بيعد من بعده على طول. كلام جميل. يلا بينا كده. عندي موظفين، الموظفين دول اللي هم 9 موظفين دول وصف الراتب بتاعهم. أول حاجة أنا عايز أعمل نوع الراتب، نوع الراتب ده هاعمله إزاي؟ هاعمله بدالة اسمها if statement. طيب if statement دي بتتعمل إزاي؟ أول حاجة هنا باعمل يساوي زي ما قلنا كل مرة، لازم قبل ما أعمل أي equation لازم أبدأ بإيه؟ يساوي. وبعد كده أكتب نقلب على إنجليزي if. ماشي. وندوس كده تكتين عليها. أول حاجة بنحط فيها السل اللي إحنا عايزين نقارن على أساسه، فالسل ديت هنقول له السل دي لو أكبر من 15,000، فإيه النتيجة؟ هنقول له هنا راتب عالي. ونقفل تاني برضو بالكوتيشن بتاعتي. طيب، وبعد كده نعمل تاني كوما. لو الراتب دوت أقل من 15,000 يبقى الراتب منخفض. راتب منخفض. ونقفل. وبعد كده نقفل بالقوس بتاعي. فقال لي هنا راتب منخفض، الراتب هنا منخفض. ليه الراتب منخفض؟ أول حاجة بس نظبط التنسيق بتاعها بس كده عشان تملى المساحة بتاعتها. الراتب منخفض ليه؟ الراتب منخفض عندي هنا عشان خاطر أنا هنا الراتب أقل من 15,000، فالراتب منخفض. الراتب هنا منخفض. طب بعد كده هكمل لتحت. قال لي أهو الراتب 20,000، طبعا عشان أكبر من 15 يبقى راتب عالي، والراتب اللي تحته راتب منخفض. كلام جميل. طيب وأنا أنا ملزم إن أنا أعمل شرطين بس؟ لو كذا يبقى القيمتين بس، يعني هي لو أكبر من كذا تبقى حاجة، ولو أقل ولو مش موجودة خلاص؟ لأ، أنت ممكن تعملها هنا متعددة. طيب إزاي؟ نرجع تاني، نيجي هنا تاني ونعدل فيها. أولًا أنت بتمشي بتسلسل، يعني أنت لو هتعمل هنا multi if فلازم هتمشي بتسلسل من الكبير للصغير. إحنا كده أقصى level في الرواتب وليكن مثلًا 20,000 زي ما موجود هنا في راتب الموظفين. طيب ماشي، فنبدأ نبدأ من على أساسها. أنا مثلًا هاقول مثلًا الراتب اللي من 15,000 فيما فوق فدي راتب عالي، فراتب عالي زي ما هنا. بعد كده آجي هنا أمسح دي كده، هاعمل if statement تانية. تمام. فهاقول هنا برضه نفس الخانة اللي هي G7. ماشي. هاقول ديّة لو أكبر مثلًا من 10,000، فهاقول إيه بقى؟ الراتب دوّة راتب متوسط. راتب راتب متوسط.
ماشي. طيب الراتب بعد كده لو اكبر من 5000 هعمل برضو اف تانية، برضو اف تانية. لو برضو جي 7 برضو ده اكبر من 5000، فهقول له ايه هنا؟ راتب، يعني بالعربي راتب مقبول، ونقفل. طيب عشان في برضو عندي هنا راتب 4.5، فنعمل له خانة كمان اللي هو الراتب الضعيف خالص. هنقول له برضو اف مثلا لو جي 7 برضو آه، اصغر من 5000، فهنقول له ايه؟ راتب ضعيف. تمام، ونقفل. طبعا انا هنا عندي عملت كام اف؟ ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، يبقى لازم اقفل باربع اكواس. يبقى دي واحد اتنين تلاتة اربعة. تمام، وادوس انتر. ركز كده معايا. راتب 12000 احنا كنا قايلين له ايه؟ لو الراتب دوت بين ال 10 وال 15 يبقى راتب متوسط. هنكمل كده لتحت كده عشان نشوف احنا اشتغلنا صح ولا لا. تعالى اهو كده. 12000 فعلا راتب متوسط. 9000 هنا راتب متوسط. 20000 راتب عالي. راتب متوسط راتب متوسط. هو في مشكلة عندنا في البتاع. طب نرجع كده تاني. احنا قلنا هنا عندي لو أكبر من 15000 راتب عالي. لو أكبر من دي 1000 هنا. ماشي، دي غلطة. وهنا ديت لو أكبر من 5000 يبقى راتب مقبول، ولو أقل من 5000 راتب ضعيف. نعمل كده تاني ونسحب. أهو كده ظبطها. 9000 فعلا احنا قلنا اللي أكبر من 5000 يبقى راتب مقبول، واللي أكبر من مثلا اللي أقل هنا أهو، اللي أقل من 5000 راتب ضعيف. وهنا مثلا 1400 راتب ضعيف. ماشي، لو خليناها مثلا 14000 وليكن، دوس انتر، بقت اتحولت على طول اوتوماتيك راتب متوسط. حتى انت لو عدلت هي اوتوماتيك هتغير نفسها تاني. كلام جميل. يبقى دي كده وظيفة دالة اف. تمام. ندخل بعد كده على حاجة تانية وهي الكونديشنال فورماتنج. ايه الكونديشن فورماتنج دي؟ الكونديشن فورماتنج دي ان انا بديها قيم، ماشي، وهي بتلون على اساسها. خلينا كده قبل ما نستخدمها كده نحسب نسبة الراتب. نسبة الراتب دي بتساوي ايه؟ بتساوي الراتب بتاعي، ماشي، على اجمالي الراتب كله. طيب الاجمالي او مجموع الراتب كنا بنستخدم دالة ايه؟ بنستخدم دالة صم. ونقفل عندي القوس وندوس انتر، فطلع لي نسبة الراتب. ماشي، نحولها نسبة 100%، فندوس عليها كده 100%، فحولها ل 11%. تمام. بعد ما جبنا نسبة الرواتب، طبعا عملنا هنا إجمالي الرواتب كده عشان نقسم عليه مرة واحدة، مش كل مرة نكررها. تمام، عشان احنا قدام هنحتاج ازاي نعرف نثبت قيمة معينة ونقسم عليها، بس دي فيديوهات قادمة إن شاء الله. تمام، دلوقتي بقى ازاي نستخدم الكونديشن انفورماتيك. اجي هنا مثلا اختار نسبة الرواتب دي واحددها كده، ماشي، وادوس على كونديشن فورماتنج. ايه اللي موجود عندي؟ اول حاجه عندي هي بتعمل هايلايت على الخلايا اللي انت بتديها كونديشن معين انت عايزها، لما يكون في حاجه معينه هتتلون بلون معين. فمثلا اول عندي رو عندي بيقول لك هنا ان فيها جريتر ذان. في هنا مثلا لو الرقم اكبر من كذا، للذان اقل، بتوين بين كذا قيمه، بين قيمه وقيمه تانية، ايكوال تو لو مساوي، لو التكست هو لو التاريخ كذا، لو في قيم متكرره. وعندي هنا مثلا هنا تاني بار برضو بيعرض لي عندك هنا على 10 ايتم، على 10% ل 10% وهكذا الى اخره. وعندي هنا الكالر سكيلز بيلونهم حسب برضو القيم بتاعتهم. وعندي هنا الداتا بارز. طيب اولا كده انا عايز مثلا هنا الكونديشن فورمات. انا عندي هنا ليه وليكن مثلا التوب 10%. تمام.
فاقول له كده توب 10%. بيقول لي هنا انت عايز تلونهم باللون ايه. فانا اختار مثلا وليكن جرين فيل ودارك جرين تكست. ماشي. فهو هيخلي الخلفيه الفيل بتاعها باللون الاخضر، والتكست برضه كذلك باللون الاخضر، وتدوس اوكي. ركز كده معايا، اعلى 10% مين؟ اعلى 10% هو اللي حصل على 19% من التوتال بتاعي. تمام. ماشي. طيب مثلا طيب انا دلوقتي عايز الغي التأثير دوت، اعمل ايه؟ هاجي هنا تحت وادوس على clear rules from selected cells. كده هو شالها. قبل كده معلش. ماشي clear rules from entire شاله كده خالص. ماشي. طيب انا دلوقتي هلونهم مثلا تبعا للداتا بارز. هو هنا كده يعرض لي كده القيمة بتاعتي يعني ايه بطول مسافة اللون نفسها. فانا هنا كده بعمل هافر، وجاست ان انا بعمل هافر هو هنا بيبين لي واخد قد ايه من الطول نفسه. فاشوف انا اللون اللي عاجبني ايه وابدا اختاره. ممكن برضو اكستمايز اللون والكلر والبوردر والكلام ده كله زي ما انت تحب. ماشي. انا هشتغل باللي موجود. تمام. الداتا بارز. نختار مثلا وليكن اللون ده جميل مثلا، نختار ده. ركز كده معايا. هو هنا بيعرض لي كده نسبة كل واحد قد إيه، بدل ما أنت تبص للقيمة. لأ، هو أنت هنا بتشوف الشريط طوله قد إيه وتبدأ كده بمجرد النظر، عشان هي برضه عشان إيه الأرقام لما تبقى كبيرة مثلا وأنت معاك عدد عملاء كتير، فما هتتلخبط من الأرقام، فالألوان دي بتسهل الدنيا أكتر. ماشي. طيب نيجي هنا برضه نعمل كونديشن فورماتنج على رواتب الموظفين، نحددها كده. هنقول له مثلا هايلايتس مثلا، لو مثلا القيمة ايكوال تو، خليها ايكوال تو كام مثلا. انا مثلا لو خليتها مثلا اكبر خليها مثلا تساوي، هو في عندي هنا 16000. ماشي، نخليها وليكن تساوي 16000. ماشي. هو هنا مجرد ان انا كتبت الرقم هو لونها. بحدد اللون هنا، او ممكن برضو كاستمايز الفورمات بتاعي زي ما انا احب. ممكن نخليها لايت ريد. ماشي. او مثلا لايت ريد فلتر كده زي ما انت تحب يعني. ودوس اوكي، فهو هنا لونها. طيب انا مثلا وليكن عديتها كده تاني. عايز مثلا ايه؟ عايز وليكن مثلا بقى دلوقتي لو انا عايز مثلا دلوقتي اختار قيم معينة مثلا. احدد مثلا وليكن مثلا هنا انا عايزها مثلا لو مثلا لو بتساوي مثلا كام. خليها هنا مثلا قلنا كام 20000. ماشي. فهيلونها لي. تمام. طيب. طب هنمسح التأثير ونقول له انا مثلا عايز القيم المحصور، فنقول له هنا بتوين. خليها مثلا القيم المحصورة عليها من 8000. ونخلي هنا ب 15000 أقصى قيمة. تمام. ونخليها هنا مع الجرين. فادي أقصى قيمة فعلا بال 8000 15000. هو لونهم لي باللون الأخضر زي ما أنا كنت عايز. وبس ده كان موضوع حلقتنا النهاردة، إن أنت إزاي تستخدم دالة إف والكونديشن فورماتنج في إن أنت تطبق شرط معين زي ما أنت عايز. آه وديت هتساعدك بعد كده إن أنت تحلل البيانات. لو أنت عندك شيت كبير وعايز تحلله تقدر تحلله بسهولة من غير إن أنت تقعد تراقب كل قيمة وتشوف كل قيمة دي أكبر من إيه وأصغر من إيه. فالاكسل سهل عليك الموضوع دوت. انت بس جاست ان انت بتديله مثلا الايكويشن، بتديله الكونديشن بتاعك وهو بيبدا يطبقه. اتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقه. ما تنسوش ان انتوا ان شاء الله بعد ما تخلصوا الحلقه على طول تبدا تطبق مع مشروع عملي كده بسيط كده، هو تبدا تجرب فيه بايدك كده. وتشوف الموضوع شغال معاك ازاي، وتبدا انت مع نفسك تنوع كده وتختار التنسيقات المناسبه ليك وتظبطها زي ما انت حابب. أتمنى في نهاية الحلقة لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.